جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ مسلسلنا بروجر الذهبي، والحكومة بتعلن إن هي هتعدمه بسبب الجرائم اللي عملها في عالم القراصنة. وقبل ما يتعدم الشعب بيسأله فين الكنز بتاعك يا روجر؟ راح قال لهم بصوا، أنا الكنز بتاعي السلطة والثروة والقوة، والحاجات التلاتة دي هتلاقوها في البحر. من وقتها العالم كله اتغير وبقى كله بيدور على كنز وان بيس. هنروح عند البطل بقى بتاعنا مونكي دي لوفي، اللي بيحلم ان هو يلاقي كنز وان بيس هو كمان. بس طبعا كل اللي محتاجه طاقم كويس، بس الحلو ما بيكملش لان القارب اللي بيكون عليه بيغرق وهو بيستخبى في برميل، والبرميل ده طبعا بقى بيتحرك في البحر لحد ما يوصل عند الفيدا، وهي بتهجم على سفينه تانية عشان بتدور على قائد القراصنه. فمين اللي بيراقي البرميل؟ رجاله الفيدا، وبيدخلوه السفينه. بالليل بقى هو كوبي بينظف السلاح بتاع الفيدا لان البرميل بيتحرك، وبيخرج منه لوفي فبيقول له ما تخافش انا مش هقتلك، انا جاست جعان عايز اكل. واحنا فين؟ قال له ده انت في سفينه الفيدا. قال له انا عايز ابقى قرصان، وفضل يحكي له عن حلمه وان هو زمان كان بيحاول ان هو يثبت نفسه قدام شانكس اللي كان بيربيه واللي هو كان معاه دايما، وعور نفسه عشان عايز يوريهم ان هو راجل. بس لوفي طبعا بيكمل الكلام مع كوبي، وكوبي بيقول له بس انت عايز تبقى قرصان ليه؟ دي الناس وحشه وبتقتل وبتسرق وبتاع. قال له ما مش كل القراصنه زي بعضها يا صاحبي. فبيقول له طب تعالى بقى هربك قبل ما الفيدا تصحى. لما بيطلع بيروح خابط الجرس بالغلط بتاع السفينه والكل بيقوم. تقول له انت مين؟ هو انت صائد القراصنه؟ قال لا لا مش انا صائد القراصنه ولا حاجه، وبعدين انت ليه بتعاملي كوبي وحش وحبسها عندك؟ وبيبداوا بقى ان هم يشدوا مع بعضهم. بتيجي تضربه الواد ما بيتاثرش بالضربه. ليه بقى؟ طلع ان جسمه مطاطي وكل شويه يتنطط لها من هنا يعمل هنا لحد ما بيهزمها وبياخد كوبي وبيمشوا. في جزيره بقى بنلاقي ان صائد القراصنه اللي المفروض بيروح لواحد اسمه 7 وبيقول له بقول لك انا جاي اعرض لك منصب جديد في الجماعه بتاعتنا. قال له يا حبيبي انا بحب اشتغل لوحدي، انا نمبر 1، فكرني بمحمد رمضان. قال له انت بترفضنا يبقى لازم تموت. بس طبعا على مين؟ ده افضل مبارز يعني. فبيروح مموته بعد ما بيعمل له شويه حركات كده وبتاع، وبصراحه بيبقى محترف قوي. بنرجع بقى عند لوفي وهو بيحكي لكوبي هو ازاي بقى مطاطه، ازاي بقى كده. قال له بص انا هقول لك، اصل انا زمان كلت فاكهه الشياطين بتخلي ان الجسم يكون مطاطي، في منها كذا نوع تاني هنتعرف عليهم في المسلسل. وكوبي بيقول له عشان تروح اصلا الخط الاكبر انت محتاج الخريطه اللي موجوده في القاعده البحريه. قال له خلاص يا عم هنروح نجيبها عادي مش مشكله. قال له انت عبيط هتدخل هناك ازاي؟ قال له طب انت حلمك ايه اصلا؟ قال له انا حلمي ان انا اكون ضابط بحري وان انا اساعد الناس واجيب لهم حقوقهم. قال له خلاص وانا هساعدك انك تحقق حلمك. على الجانب التاني بقى بنتعرف على نامي اللي هي اصلا بتكون قاعده في المركب وبتقول انا تعبانه وساعدوني ومش ساعدوني، والناس بتنزل تساعدها فبيطلع الصندوق ايه؟ فاضي. وبتطلع نامي اصلا بتضحك عليهم وبتسرق منهم السفينه. بيوصل بقى لوفي وكوبي للقاعده البحريه وبيدخلوا هناك يقعدوا في المطعم ياكلوا ومش عارف ايه وبتاع، بيفكروا هيخشوا ازاي. بيدخل عليهم مين؟ صائد القراصنه. بيلاقي ان في بنت لطيفه كده بتيجي تعمل معاه حركه لطيفه، فبيروح جاي ابن الرقيب مورجان يعمل معاها نمره، بس زورو ما بيسكتلهوش وبيقوم. وطبعا مين بقى اللي بيعجب بالكلام ده؟ لوفي. المهم ايه، زورو بيروح لعند مورجان وبيقول له انا جاي اخد هديتي ومش عارف ايه والمكافاه اللي كانت على الراجل. قال له مالكش عندي مكافاه، يا اما تبقى معاك في وظيفه وتبقى ضابط بحريه يا اما هحبسك 7 ايام. قال له لا احبسني انا بحب اشتغل لوحدي. المهم نامي تاني يوم بتدخل للقاعده البحريه بلبس الضابط البحري اللي هي خدته، وكمان لوفي بيدخل للقاعده البحريه. بس هما الاتنين بيدوروا على الخريطه، بس لوفي بيلاقي زورو موجود في الساحه. بيقول له ايه ده يا عم انا افتكرت انك جامد بقى وبتاع. قال له لا انا سلمت نفسي بمزاجي مش اكتر. قال له طب ايه تبقى معايا؟ قال له لا انا مش مدين ليك بحاجه. قال له لا يا عم عادي هفكك، وراح سابه ومشي. نزلت نامي عشان تاخد الخريطه من مكان الخرايط والظابط لقاها وراح قفش فيها، بس هي راحت ضربتهم وخلعت منه. بينزل عليهم مين؟ لوفي، وبيلاقيها جوه. بيقول لها ايه ده؟ طب ما انت اهو بتدور على نفس الحاجه، ما تيجي يا بنتي نبقى مع بعضين؟ قالت له لا. المهم بيخرجوا مع بعضهم من المكان وبيدوروا على مكتب مورجان. بيلاقوا مين في وشهم؟ مورجان. بيقول لها انت رايحه فين؟ قالت له ده انا مستجده جديده واتنقلت عندك في القاعده البحريه بتاعتك، والمفروض ده سجين وعامل شغب وبتاع وموديه السجن. هي اصلا كل الحكايه كانت بتسرق منه مفتاح وبتجري معاه كلام. لوفي بيقول لها طب ما انت شاطره اهو، طب ما تبقي معايا يا بنتي. قالت له لا انا بكره القراصنه وما بحبهمش. المهم بيوصلوا للمكتب وبيدخلوا بيدوروا على الخزنه وبيلاقوها، بس عقبال ما بيجوا يفتحوها مش عارف ايه وبتاع بيلاقوا ان مورجان عارف ان هم جوه في المكان وبيسرقوا الحاجه، فعلى طول بيشغل الانذار وبيكون عند باب المكتب. فلوفي بيقول لها لا ابعدي كده بقى، وبيشد الخزنه بايديه فبيروح واخدها وطاير بيها للساحه بره. بيبداوا يضربوا من هنا في هنا في هنا في هنا. زورو بيكون خد بقى الاسلحه بتاعته ورايح مروح، فبيلاقي الموضوع كده بيقول طب اساعدهم، فبيدخل يساعدهم. بينزل عليهم مورجان بيقول لهم انتوا الثلاثه بقى مع بعضيكم. طبعا حبيبنا لوفي بيقول له احنا مع بعضينا، بس هم بيكسفوه بيقولوا له لا احنا مش في الكروب بتاعه. المهم بيبداوا ان هم يحاربوا في مين؟ في مورجان، وبيضربوه من هنا على من هنا، ولوفي بيعمل ضرباته وحاجته المطاطيه وبيكسبوا المبارزه. بياخدوا الخزنه وبيخرجوا. بيجوا ان هم يتحركوا بيلاقوا ان ابن مورجان بيهددهم، بس طبعا كوبي بيروح ضربه وبيقول لهم يهربوا. فلوفي بيقول له طب يلا انت معانا. قال له لا انا عايز ابقى ظابط بقى بحري وسيبني هنا، يمكن المره الجايه لما نتقابل
نتقابل نبقى اعداء. وطبعا لوفي بيسيبه عشان هو بيحبه. وهم على الطريق بيفتحوا الخزنه وبيعرفوا ان الخريطه جواها، ونامي بتقول لهم خلوا بالكم الخريطه والاماكن هناك هتبقى مدن كبيره علينا وقراصنه اقوى واشرس من الاول، يعني احنا لو كملنا في الطريق دوت لازم نخلي بالنا كويس. لوفي قال لها ولا عندي مشكله، هنكمل يعني هنكمل، واحنا كده كده مع بعضينا. قالت له يا ابني احنا مش مع بعضينا ولا حاجه. المهم هم بيتكلموا لقوا ضوء احمر ودخان جامد، افتكروا ان الضباط البحريه جم عشان يقبضوا عليه، بس لوفي بيشوف علامه القراصنه موجوده. وقتها بيكون اللي حواليه اغمى عليهم، على طول بيدخل يخبي الخريطه جوه بطنه وبيغمى عليه هو كمان بسبب الدخان الاحمر. لما بيفوق بيلاقوا نفسهم جوه صندوق خشب، ونامي بتقول له احنا فين؟ قال لها ما اعرفش. قالت له طب الخريطه فين؟ قال لها ما تقلقيش، وبيشاور على بطن. المهم بيفتح الصندوق بيلاقوا نفسهم قدام القرصان باجي اللي هو المهرج، بيقول لهم بصوا بقى الخريطه دي بتاعتي ولازم ان انا اخدها. فلوفي بيقول له لا انا اللي هكون ملك القراصنه وانا اللي هاخدها. وقتها باجي بقى بيقول لهم سيبوا لي بس الصغير ده واحبسوهم. زورو بيقول لها لما بتحبسوا وانت كنت عايزه تهربي؟ قالت له لا. قال لها لا انت كنت عايزه تهربي وتسيبينا، وبعدين انا عارف اشكالك كويس. بس هي بتكون في الوقت دوت بتحاول ان هي تفتح القفل بتاع القفص. بنرجع بقى عند لوفي بالليل ان هو متمدد امتداد رهيب وجسمه ممتد بطريقه بشعه، وبيقول له بقول لك ايه فين الخريطه؟ قال له ما اعرفش. قال له طب بص انا هقول لك على حاجه، انت عايز تثبت نفسك لمين؟ بياخد باله من الطاقيه القش اللي على راس لوفي ان هو شافها قبل كده على شانكس. بيقول له انت كنت تعرف شانكس؟ فطبعا لوفي اتعصب قال له ما تجيبش سيرته. قال له لا ما هو برضه غزلني وكان بيحبطني وبيفضل يقول لي انت مش هتبقى حاجه وبتاع. فلما لوفي بيتعصب وان هو مش عايز يتكلم بيروح باجي يمسك طفل وبيقول له لو ما اتكلمتش هقتله. بس لوفي بقى وقتها بيتعصب جامد وبيفك نفسه. ولما بيجي يضرب باجي بيلاقي ان اصلا باجي بيتقسم لقطع من غير ما يموت، ودي بقى فكهه الشيطان التانيه، وبيرجع سليم تاني ولا كأنه اتأثر بأي حاجه. بيدخل بقى كانجي على زورو وبيحاول يعمل معاه نمره ان هو اصلا قتل اخوه وكمان عايز ينتقم منه. بيفضل يخلي الدايره تلف وهو مربوط فيها. جارب لما راح قفش كوبي وقال له بقول لك انا شاكك فيك، انت مين وايه اللي جابك؟ انت كنت بتتعاون مع لوفي؟ قال له لا انا اصلا ما اعرفش لوفي، وحكى له بقى كل القصه ان هو هرب من الفيدا ومش عارف ايه، وان انا اصلا عايز اكون ظابط وعايز اساعد الناس وعايز اساعد الابرياء والكلام ده كله. قال له يعني لوفي مش صاحبك وقلقك للبحريه؟ قال له قال له خلاص يبقى انت هتساعدني ان احنا نقبض عليه. جابي بقى اخر ما بيزهق من لوفي بيروح حابسه في صندوق وبيملاه ميه لان الجسم المطاطي مش هيتفاعل مع الميه، وبيقول له لو ما اتكلمتش هتموت. فك نفسه بسبب السكاكين اللي بيرميها عليه كانجي، وبتمسكه نامي وبتزقه على زورو وبيموتوه. بترمي نامي العصايه بتاعتها على الصندوق وبيتكسر وبيخرج منه مين؟ لوفي، وبيفضل يكح بيلاقي ان الخريطه خرجت منه. بس لما بيجي زورو يضربه وبيقطعوا الحتت بيلاقي ان هو ما بيموتش. وقتها لوفي بيحاول ان هو يهزمه بس ما بيقدرش عليه، فبتجيله فكره ان هو يحبس القطع بتاعته. فبيقول على طول لنامي الصناديق وبيرمي كل قطعه جوه صندوق لحد ما بيتبقى من باجي حاجات بسيطه جدا، وبيروح ضربه لوفي بالضربه القاضيه بتاعته وبيطير في الجو. الناس بتستغرب ان هم ليه بيفكوهم، فبيقول له وانت مش قرصان زيه؟ قال له انا قرصان زيه بس انا قرصان مختلف. وبيخرجوا بقى للقارب بتاعهم وبيبداوا رحلتهم للمحطه اللي جايه اللي هي محطه بتسيبهم نامي وبتدخل الاوضه وبتعمل مكالمه مع حد وبتقول له خريطه خلاص معاه، وبتطلع ان هي اصلا بتخونهم. وهم مكملين في الطريق لوفي بيحاول ان هو يرسم الرايه بتاعته وبيقول لهم ايه رايكم؟ قالوا له يا ابني احنا مش معاك اصلا ومش كروب. فلما زورو بيقول له احنا عندنا حمام، قالت له لا ما عندناش حمام. قال لها امال ايه الميه اللي جوه دي؟ فلما بتدخل تشوف الميه بتطمن على طبعا جهاز الاتصال بتاعها بتلاقي ان هو خلاص باظ، وكمان المركب بتغرق. فلما بتخرج بتقول لوفي على فكره المركب بتغرق هنتصرف ازاي؟ قال لها يبقى احنا لازم كده نجيب سفينه جديده. قالت له طب ما اقرب مكان للسفن هنا هي جزيره الشراب. قال لها خلاص هنروح لقريه الشراب، وبيروحوا للمكان اللي فيه السفن وبيشوفوا هناك السفن وبيلاقوا ان في سفينه حلوه قوي عجبت لوفي. ولما بيجي يتكلم مع يوسف بيقول له انت صاحب السفينه؟ يوسف قال له لا مش انا صاحب السفينه ولا حاجه، بس اعرف صاحبتها اللي هي كايا، تعالوا اوديكوا عندها يمكن تعرفوا ان انتوا تشتروها. بس نامي بتقول له يا ابني احنا هنجيب فلوس منين نشتريها؟ قال لها بقول لك ايه مالكيش دعوه بقى انا هتصرف. المهم بيروحوا بقى عند كايا وبيدخلوا من الباب الخلفي بتاعها، دي بنت غنيه. ولما يوسف بيروح بيلاقي ان كلاهادور موجود هناك وبيقول له انت ايه اللي دخلك من الباب الخلفي؟ مش قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ راحت كايا قالت له لا معلش خليه مش عارف ايه النهارده عيد ميلادي، وبتعزم كمان مين؟ لوفي واللي معاه. فزورو بيقول لهم هو انتوا ما شككوش في الراجل اللي هو اسمه كلاهادور دوت؟ انا حاسس ان انا شفته قبل كده. قالوا له لا ما شفناهوش قبل كده ولا حاجه. وطبعا نامي وقتها بتتحداه بتقول له لو احنا ما عرفناش ان احنا نجيب السفينه هنعمل ايه؟ قال لها عادي همشي ورا خطتك وان احنا نسرقها. قالت له خلاص اوكي تمام ماشي. لكن على الجانب التاني بقى في القاعده البحريه بيكون جارب بيحاول ان هو يقرب من كوبي وان هو كمان عنده معلومات بحريه جامده جدا. يوسف بقى بيدخل لكايا وبيقعد يحكي لها بقى عن مغامراته اللي هو بيعملها ومش عارف ايه وهو بيبقى بيكذب بصراحه ولا بيعمل مغامرات ولا نيله. وطبعا هي بتتعب جامد وممنوع ان هي تخرج، فبيديها الشاي بتاعها اللي هو بيهديها. وكمان القائد كارب بيكون بيلعب اصلا مع كوبي لعبه كده بتاعتهم انا ما اعرفش اسمها بصراحه. المهم بيفضل يعلمه لحد ما بيكسب، وبيبقى فعلا اصلا كوبي شاطر وبيعرف يكسبه، لكن الحلو ما بيكملش. ارلونج
مسك مين؟ مسك باجي وقال له بقول لك ايه، انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انت عارف ان المكان ده بتاعي؟ قال له بقول لك ايه بقى انت كمان، وروح شوف اللي بيقلل احترامه ليك، في واحد اصلا اسمه لوفي وبيدور على كنز وان بيس، وخليك انت كده قاعد كده ولا عارف تعمل اي حاجه في اي حاجه. بيجي بقى وقت العشاء ولوفي والكل بيتجمع، وزورو بيسال وقتها كلاهادور بيقول له انا ما شفتكش قبل كده في حانه من الحانات؟ قال له لا ما بروحش الاماكن دي. بتقول له انا سمعت يا لوفي ان انت عايز سفينه من عندنا. قال لها لان احنا قراصنه. ويطلع يتنطط على الترابيزه وبيقول لها بصي بقى احنا عايزين نروح نغامر وندور على كنز وان بيس، وكمان احنا محتاجين السفينه بتاعتك. بس طبعا كلاهادور بيتعصب جامد لو وبيقول لهم اطلعوا بره مش عارف ايه وبتاع، بس كايا بتقول له لا خليهم خلاص الوقت اتاخر، خليهم يناموا هنا النهارده. كلاهادور بقى بيقابل ميري بالليل اللي هو محامي بتاع مين؟ كايا، وبيقول له على فكره بقى انت لازم تنقل الورق ومش عارف ايه وبتاع، بس ميري بيقول له انا لازم اقعد اتكلم مع كايا الاول هي ليه عايزه تعمل كده وتنقل لك كل حاجه باسمك. قال له لا مفيش الكلام ده ومش هتقابلها، وبيروح قتله. المعلم لوفي وزورو بيخرجوا عشان جعانين وعايزين يشربوا، ونامي بتخرج عشان تسرق وبتدخل اوضه كايا بالغلط وبتقعد معاها وبتحكي وبتقول لها عايزه تاخدي الحاجات دي خديها عادي بس خلينا نبقى اصحاب ونتكلم شويه. وهم تحت كمان بيلاقوا يوسف وبيعرفوا كمان من يوسف ان هو بقى ايه اعز صديقه ليه هي كايا. ولوفي لما بيساله طب انت فين ابوك؟ قال له ابويا اصلا قرصان اسمه ياسب وخرج ومرجعش لحد دلوقتي من وانا صغير. قال له ياسب ده اصلا كان مع شانكس وان هو افضل رامي وبيعرف يضرب ومش عارف ايه بتاع. ويوسف بيفرح جدا ان هو عارف حاجه عن ابوه. لما بينزلوا لابوه عشان ياخدوا المشروب بيلاقوا جثه ميري. اول ما زورو بيشوف الاثر بتاع الجثه بيعرف ان دوت اصلا مش كلاهادور ولا حاجه، ولما بيظهر له بيقول له انا عرفتك انت القرصان كورو، وبيجي يضربه ما بيعرفش يضربه عشان طلع بيختفي. وبيجوا التانيين من وراه شام وباتشي وبيضربوا زورو على ظهره وبيهرب منهم يوسف، وبياخدوا طبعا الجثتين وبيرموهم في البير. المعلم بقى لوفي يسكت؟ لا بيشرب الشوربه بتاعت مين؟ بتاعت كايا. بيهرب يوسف بيروح على طول على القريه بتاعته وبيفضل يقول لهم القراصنه هنا، بس محدش بيفتح له الباب عشان هو اصلا من زمان بيفضل يقول الموضوع ده وكله بيكذبه. بس بيظهر له طبعا كوبي وبيقول له انا مصدقك. اما يوسف بقى بيحاول ان هو يقنع كوبي انه القرصان كورو عايش اصلا، بس ابن رقيب بيقول له انت كذاب لان ابويا قتله. قال لهم بس لوفي هناك وعايز ان انا انقذه كمان. قال له طب بص تعالى هنروح مع بعضينا. بتدور نامي عليهم وبتلاقي ان لوفي نايم اصلا مرمي على الترابيزه في المطبخ، بس اول ما بتسمع صوت شام وباتشي جايين بتجري تستخبى في الدولاب. تسمع كل كلامهم انهم قراصنه اصلا ومستخبيين هنا عشان عايزين فلوس كايا، وان لوفي شرب شوربه كايا اللي اصلا فيها سم اللي بيخلي كايا تعبانه طول الوقت. الباب بيخبط وبيكونوا ضباط البحريه وبيسالوا كورو عن وجود القراصنه جوه ولا لا. يوسف كده اصلا بيحب يعمل شويه دوشه وبتاع ويبقى كذاب اصلا. قالوا له طب بقول لك ايه لوفي موجود؟ قال لهم هو لوفي موجود بس شارب وسكران، كويس ان انتوا جيتوا خدوه بقى. وبيرجع يخلي شام وباتشي يجيبوه وبياخدوه وبيمشوا ويوسف بيجري منه. نامي بقى بتستغل الفرصه وبتخرج تضرب شام على راسها وبتطلع تجري. بيكون يوسف اصلا عند شباك اوضه كايا وبيدخل وبيقول لها انت في خطر، وطلع كلاهادور اصلا قرصان واسمه كورو. بس هي طبعا مش مصدقه كل ده ولا كلمه من دول، وبتضربه بالقلم وبتقول له مش همشي من هنا وابعد عني وسيبني. بس هما بيتكلموا تحت بتيجي الساعه 12 وكده كايا بالنسبه لهم تمت ال 18 سنه، فبيروح قافل بوابات الفيلا بالحديد. بس وهما بيتكلموا بتدخل عليها نامي وبتقول لها الشوربه اللي بتشربيها دايما دي هي اللي بتتعبك على طول، وانك اصلا مش مريضه ولا حاجه، والشاي كمان اللي انت بتشربيه كل ده سم اصلا من كلاهادور. وبيظهر كورو والقراصنه اللي معاه على حقيقتهم وبيدوروا على كايا. كايا طبعا بتقول لهم تعالوا معايا في عجله امان الفيلا في الجناح الشرقي بتاع ابويا وامي. بس وهم بيجروا هي بتكح وبيعرف كورو وقتها هم فين وبيفضل يضرب في الحيطه بالسكاكين بتاعته. زورو بقى بيفتكر الماضي وهو مرمي في البير، وان هو وعد صاحبته ان هو هيكون اقوى من اي حد موجود ببارز في العالم وان هو هيكون قوي. بتوصل كايا والباقي لاوضه الجناح وبتشجعها نامي ان هي تبقى قويه وما تخافش، وبيجروا على عجله الامان وبيحاولوا ان هم يرفعوها او ان هم يسحبوها، بس هي بتكون تقيله عليهم جامد. في نفس الوقت بقى بيكون زورو اتشجع خلاص عشان يحافظ على وعده لصاحبته وبيخرج من البير. اما لوفي بقى لما فاق بيعوز ان هو يرجع لاصحابه، وكوبي بيقول له لا انت مطلوب القبض عليك. قال له سيبني ان انا ارجع. وقتها بيظهر زورو وبيضرب الضباط البحريه، ولوفي بيقول له انت جيت عشان تنقذني؟ قال له لا يا عم انا مش عارف اروح للبيت اصلا وشفتك بالصدفه. جاي ان هو يمشي هو وزورو، بس كوبي برضه بيقول له انت رايح فين؟ قال له بقول لك سيبني انقذ صحابي. بيجروا طبعا البنات ان هي تستخبى تحت الترابيزه قبل دخول كورو، ويفضل كورو ان هو يضرب في كل حته في الاوضه ويقول لها انا مستحمل قرفك وزنك ودلالك وان انت كل شويه تعيطي، بس خلاص خطتي لازم تنجح. بس هي بتتعصب وبتخرج وبتواجهه هي، بس طبعا بيختفي وبيمسكهم هما الاثنين. بيكون وقتها زورو ولوفي وصلوا للفيلا ورفع زورو الباب الحديد ودخلوا، وبيتقسموا كل واحد بيروح في اتجاه، وبيتحارب زورو مع شام وباتشي وبيحاول يهزمهم بكل الطرق لانهم قراصنه برضه. اما لوفي بقى بيكون وصل للاوضه وبيمسك ايد كورو قبل ما يموت كايا، بس كورو بيختفي وبيفضل لوفي يركز في كل صوت حركه كورو بيعملها عشان يقدر يضربه، وفعلا بيضربه وبيمسكه
وبيروح ضربه الحركه المطاطيه بتاعته اللي هو مسميها الرأس المطاطيه، وبيطيروا من الشباك وبيهزموا. وكمان زورو بيكون ربط شام وباتشي في بعضيهم وسابهم مرميين تحت، ولما كايا بتنزل بتشكرهم ان هم ساعدوها ان هي تتخلص منهم، وبيروحوا مع بعض لمكان السفينه. وبيفرح لوفي جدا بالموضوع ده وان هو خلاص قدر ان هو يكسب الرهان وخد السفينه، وبيقول ليوسف يلا حضر نفسك بقى عشان انت جاي معانا، بس هو بيقول لهم لا انا كايا محتاجاني اكتر. فكايا بتقول له لا روح معاهم، انا كمان بقى نفسي اشوف حلمي وان انا ابقى دكتوره، وبتقول له كمان انا عايزاك ان انت تكون قبطان شاطر ومش عارف ايه وبتاع. فلوفي بيقول لهم انا القبطان يا عم انت وهي. نامي قالت له يا عم معلش خليها عليك المره دي. وهم بقى قاعدين بيتكلموا وبيهزروا بيلاقوا حد بيضرب عليهم من القاعده البحريه، ولما لوفي بيخرج عشان يشوف مين اللي بيضرب بيقول لهم ده جدي اللي بيضرب علينا. وبس كده ده البارت الاولاني من وان بيس. نتقابل بقى في البارت التاني. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الاشعار بكل فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.